قلب الشرق الأوسط يعيش شعب تعداده يصل إلى 45 مليون نسمة. هو رابع أكبر تجمع عرقي في المنطقة. شعب يتحدث لغة قديمة تمتد جذورها لآلاف السنين، ولكن لأسباب سياسية بقي هذا الشعب لمدة قرن كامل من غير دولة. إنهم الأكراد. اليوم وبهاي الحلقة رح نغوص معا في تاريخ الأكراد ونستكشف أكثر الشخصيات البارزة والمؤثرة عبر التاريخ من الأكراد، وكما نلقي نظرة عن كثب عن ماضيهم في جبال زغروس والتي شهدت ميلادهم، إلى واقعهم المأساوي في جبال قنديل والتي تقف شاهدة على تاريخ صمودهم. إنها قصة شعب رفض الانكسار فكان له مأراد، شعب استطاع انتزاع اعتراف الحكومات الأخرى به أيضا. كردستان، وكلمة بتعني بالحرف الواحد أرض الأكراد، وهي المنطقة الممتدة ما بين جبال زغروس في إيران إلى جبال طوروس شرقي تركيا، وهي منطقة وعرة ونبع منها نهرين عظيمين هما نهر الفرات ونهر دجلة، واللي كانوا عصبي الحياة لهي المنطقة بالكامل. ولكن السؤال الأهم، من أين أتى الأكراد؟ معظم المؤرخين ولعل من أبرزهم ابن الأثير عم بيشوفوا أنه الأكراد منحدرين من الميديين، والميديين هم جماعة أسسوا إمبراطورية جدا قوية في القرن السابع قبل الميلاد، واللي شاركت في إسقاط الإمبراطورية الآشورية عام 612 قبل الميلاد، ولكن أصولا أقدم من ذلك بكثير. فالاكتشافات الأثرية الحديثة بتشير إنه تاريخهم بيمتد لأكثر من 10,000 عام. ولكن قبل الميديين سكن المنطقة مجموعة من الشعوب مثل الهوريين والميتينيين والكوشيين، وبسبب تعاقب الشعوب واحدا تلو الآخر، هذا المزيج الفريد كله ساهم في تكوين ثقافة جديدة واللي انعرفت باسم الثقافة الكردية. أما المنطقة فكان لها تسميات عديدة، فعند السومريين كان اسمها كورا جوتيم، أما عند الإغريق فكان اسمها كراداخوي. أما بالنسبة للاسم المعروف حاليا واللي هو كردستان، تم إطلاقه من قبل السلاجقة عام 1151. أثبت الأكراد وعبر التاريخ أنهم قادرين على بناء دول وإمارات جدا قوية، ومثالا على ذلك في عنا مملكة ميديا واللي امتدت حدودها من الأناضول شمالا إلى الجنوب عند الخليج العربي، تاركة خلفها بصمتها الخاصة على الفكر والفن والدين. ومع دخول الدين الإسلامي ازدهرت الحضارة الكردية، وكانوا قادرين على تكوين إمارات شبه مستقلة وقوية بحد ذاتها. الشداديون في أرمينيا وأذربيجان، والميراندينيون في ديار بكر، والحسنوفيون غربي إيران. بل إن الأسرة البرامكية لعبت دور كتير كبير، وهم بالمناسبة من أصل كردي. قدم الأكراد شخصيات خالدة للعالم، في مقدمتهم السلطان صلاح الدين الأيوبي، والذي امتد حكمه من عام 1137 إلى عام 1193. ذلك القائد الكردي الذي نجح في توحيد العالم الإسلامي وحرر بيت المقدس من الصليبيين، ولكن صلاح الدين الأيوبي لم يكن الوحيد أبدا. ومن أبرزهم الصحابي جابات أو ميمون، أول صحابي كردي عاصر نبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبسبب إسلامه تسبب في إسلام الكثير من الأكراد ودخولا في الإسلام. وفي أمثلة ثانية مثل عز الدين ابن الأثير صاحب كتاب الكامل، واللي بيعتبر موسوعة تاريخية عملاقة مليئة بالمعلومات القيمة، ويعتبر مرجع أساسي وكبير. والأديب بدر خان واللي أسس الأبجدية الكردية. ولا تنسوا في عنا المخرج العالمي يوسف شاهين واللي حمل كرديته بكل فخر بكل أعماله. وبعد انتهاء الحرب العالمية الأولى وسقوط الإمبراطورية العثمانية، تم تمزيق دولة كردستان أو أرض كردستان إلى 4 دول مختلفة، من سوريا للعراق إيران وتركيا. وفجأة تحول الأكراد بهذول البلدان ال4 على أقلية عرقية بعد ما كانوا تجمع ضخم جدا. يشكل الأكراد حوالي 20% من سكان تركيا، وهم مكون أساسي من الشعب التركي، ولكن بيتمركزوا بالمناطق الشرقية الجنوبية. ورغم أنهم مكون أساسي من الشعب التركي، إلا أنهم قوبلوا بالطمس والتعدي والعدوان، وحاولوا بشتى الطرق طمس هوية الأكراد وحظر اللغة الكردية وقمع النشاط السياسي، واستمر لمدة عقود، بالإضافة إلى مقتل عشرات الآلاف من الأكراد في مواجهة الدولة التركية حزب العمال الكردستاني أو البي-كي-كي، إضافة إلى مجزرة دارسيم واللي راح ضحيتها أكثر من عشرات الآلاف من الأكراد. اليوم وبرغم الإصلاحات الأخيرة في العقدين الأخيرين، لا يزال وضع الأكراد غير مستقر في الدولة التركية. أما عن الأكراد في سوريا فنسبتهم حوالي 10% من السكان، أي حوالي 2,000,000 نسمة، بيتمركزوا بالشمال السوري بمدن مثل الحسكة والقامشلي، الدرباسية وعامودة، عفرين طبعا مشان ما ننسى، وكلها موارد غنية بطبيعتها. ولكن الأكراد تم حرمانهم من حقوقهم الأساسية لعقود، وتم منعهم من التعلم بلغتهم الأم أي الكردية لمدة من الزمن. وبعام 2011 وبعد اندلاع الثورة السورية، أسس الأكراد حزب الأكراد الخاص بهم أو قوات سوريا الديمقراطية، والمعروف باسم قسد، واللي استقرت شمال البلاد. ولكن الأكراد أثبتوا إنهم قوة لا يمكن الاستهان فيها،
فهم استطاعوا مواجهة تنظيم داعش وتنظيم القاعدة وسيطرة نفوذهم على المنطقة آنذاك في المدة اللي امتدت ما بين عام 2011 لحتى عام 2024. وبعد سقوط نظام الأسد المجرم، الحكومة الجديدة السورية طبعا عم تضغط على الأكراد للانضمام وتوحيدهم تحت راية علم واحد، ولكن الأكراد عندهم مخاوفهم الخاصة واللي بتتمثل إنهم يرجعوا لنقطة الصفر، أي يخسروا كل اللي كسبوه من هاي الثورة، بأنهم يخسروا حقوقهم الأساسية وحقهم بالتصويت وكل هاي الأشياء. والحكومة الجديدة عم تقدم ضماناتها الخاصة بحيث أنه لا يمكن للأكراد استثنائهم من المكون السوري، ولكن بيبقى مخاوف الأكراد حق لهم. يعيش أكثر من 6 ملايين مواطن كردي في العراق، وفي التحديد شمال العراق في إقليم كردستان، وهو إقليم مستقل له عاصمته الخاصة وتدعى أربيل، وهو أكثر إقليم مستقل بالعراق، يتمتع ببرلمان خاص ونظام حكم ذاتي، وأيضا له قوات خاصة تقوم بحمايته تعرف باسم البشمركة. أما الكرد في العراق فكانوا ضحية حملات أكبر، خاصة في عهد الرئيس صدام حسين، والذي ارتكب بحقهم أشنع الجرائم مثل مجزرة الأنفال والتي راح ضحيته أكثر من مئات الآلاف من الأكراد. وبرغم الاستقرار النسبي للوضع الحالي، لكن لا تزال البلاد تعاني من أزمات مع الحكومة المركزية ببغداد، خاصة على المناطق الحدودية واللي بتحتوي على النفط، في مناطق مثل كركوك حيث يوجد النفط. أما عن الأكراد في إيران بيتراوح عددهم ما بين 7 ل 18%. يواجه الأكراد في إيران حملات تمييز ممنهجة وبيتم عزلهم من مختلف الأماكن آنذاك، وهم بيتمركزوا بالمناطق الشمال الغربي والمعروفة باسم روهيلات، بينما يقيم حوالي 500 ألف مواطن كردي في العاصمة الإيرانية طهران. وعلى الرغم من أن القانون الإيراني بالمادة 19 بينص على المساواة، إلا أن الأكراد عانوا من تمييز عنصري وحرمانهم من أغلب حقوقهم آنذاك، على الرغم أن القانون بيدعي المساواة. وعلى الصعيد السياسي الأكراد ممنوعين بشكل كامل من الاقتراب من البرلمانات والمناصب العليا، فكانوا محظورين سياسيا بالكامل، إضافة لأنهم مكتومين وبيتعرضوا للقمع. كل هذا الشيء كان يصير بحق الأكراد في مكان واحد واللي هو إيران. هل الوضع رح يستمر على هذا النحو؟ رح نعرف. بالإضافة للقمع هنالك السجون السياسية واللي أصبحت مليئة بالأكراد بالحجج السياسية، واللي بتشكل نسبة الأكراد من السجون حوالي 42%. وتضييق الخناق المستمر على الأكراد دفعهم للخروج للتظاهر مطالبين بحقوقهم واللي هم الحياة والحرية. هذا الكلام تم عام 2022. كل هذا التوتر المستمر له أساس عرقي ديني، فغالبية الأكراد هم من المسلمين السنيين في بلد يحتوي على المسلمين الشيعة. وبعد كل اللي ذكرناه سابقا يبقى السؤال الأبرز: ماذا يريد الأكراد يا ترى؟ في الحقيقة مطالب الأكراد بتختلف على حسب المكان، ففي سوريا وتركيا كان التركيز على حقوق لغوية وسياسية أساسية أكثر من الاستقلال. أما بالعراق فالأكراد عندهم إقليم خاص فيهم وبتتمتع بحكم ذاتي، بس عم بيطالبوا بمطالب سياسية أكبر ومطالب اقتصادية أكثر. أما في إيران يطالب الأكراد بتحسين ظروفهم المعيشية ورفع التميز ضدهم، لكن العامل المشترك عند الأكراد بكل البلدان اللي حكينا عنها هي رغبتهم الجارفة في إثبات أنفسهم. هاي الرغبة الجارفة لا تعتبر مجرد شعار، بل هو حق للشعب الكردي. ورغم محاولات الطمس والتهميش يبقى الشعب الكردي متمسك بلغته وثقافته وتاريخه. قد لا يتحقق حلم تشكيل دولة كاملة للأكراد، لكنه سيبقى هذا الحلم في قلوب 45 مليون كردي.